ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. حقكم عليا ان انا بقالي شويه ما بنزلش معاكم فيديوهات، بس صدقوني انا كان عندي ضغط جامد جدا في الشغل، فاضطريت اني انا اشوف بس الشغل اللي كان معايا والاوردرات اللي كانت معايا، فبالتالي ما عرفتش انزل معاكم فيديوهات. مصورة مثلا شوية فيديوهات من ضمن الشغل اللي انا كنت مشغولة فيهم، بس برضو من الضغط ما قدرتش اصور كل الديزاينات. هبقى اوريكم برضو اشكالهم، يعني مش يعني هنزل الافكار بتاعتهم، ومش لازم ان احنا نطلع بالطريقة بتاعتها او كده، لاني فعلا من ضغط الشغل اللي كان معايا ما كنتش قادرة اني انا اصور كمان فيديوهات وبعد كده اني انا امنتجها، لاني فعلا كان ضغط هيبقى عالي جدا عليا. زي ما انتوا شايفين كده في البداية انا كان معايا كريمة كانت جاهزة، وابتديت ان انا اقلبها كده بالسباتولا عشان اخرج منها الهواء، ما تبقاش فيها في هوا كده ولا تخرز لي في الكريمة ويبقى شكلها مش حلو. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الشرب اتش بتاعها جميل، وانا حابة الحافة بتاعتها كده تطلع لفوق عشان الديزاين اصلا كده. زي ما انتوا شايفين كمان انا حاطة الموبايل جنبي وباخد الرسمة زي ما موجودة عندي على الموبايل. هي كانت الكلاينت بعتت لي الصورة وقالت لي انا عايزة حضرتك تعملي لي التصميم ده، فقلت تمام. انا كده كده كنت اخدته قبل كده التصميم، تكنيك سحب الالوان على الكيك، فكنت متحمسة جدا ان انا اشتغله تاني يعني. زي ما تقولوا كده ان انا برضو اول مرة او اول تجربة ما كنتش برضو ايديا كانت فيها قوي، فاتحمست ان انا برضو تاني مرة اعمل التجربة ديت عشان ايديا تاخد عليها. وزي ما انتوا شايفين كده ان التجربة التانية ملهاش علاقة بالتجربة الاولى خالص يعني. ما شاء الله الحمد لله ايديا كانت واخدة جدا عليها. كنت رايحة جاية كده وايديا مش عارفة اجيب الاماكن اللي هي اللي تحت دي، بس برضو يعني الدنيا ماشية وابتديت انا اشغلها، وزي ما تشوفوا كده معايا انا بشيل عادي الزيادة اللي انا مش عايزاها وبرجع احطها تاني. هنا الكريمة احنا عاملينها لون نبيتي. طب عاملين النبيتي ده ازاي يا مروة؟ حاطين لون احمر جل، وعشان نوصل للون النبيتي لان مفيش لون نبيتي صريح حاطين عليها لون اسود، يعني حطينا لونا الكريمة احمر خالص وبعد كده حطينا عليها اسود بسيط لحد ما اوصل لدرجة النبيتي اللي انا محتاجاها. طب واللون البيج دوت عبارة عن ايه؟ لون عليه سنة كريمة بيضة عليها سنة من اللون البني، ومش كتير عشان ما يغمقش معاكي. زي ما انتوا شايفين كده انا هنا بدخل اللونين في بعض لان كان الديزاين اصلا كده، كانت الالوان تحسوها ان هي داخله في بعضها. هي بتاخد وقت كتير، مش عايزه اقول لكم بتاخد وقت شويه، لا بتاخد وقت كتير بس بتخرج لك نتيجه تحفه، يعني لوحه فنيه فعلا. التكنيك ده ملوش اي علاقه باي تكنيك تاني لان فعلا كل حاجه وليها شغلها. الفكره بقى هنا ال الاسباتولا اللي انا بستخدمها دي بعد ما خلصت الفيديو كانت اتكسرت يعني. طبعا مش من الشغل، هي اتكسرت وقعت مني واتكسرت، فده امر مش سهل ان انا اعرف اصلحها، فكده هضطر ان انا اجيب حاجة تاني. فلو جبت بقى بديل ليها هجيب اللي هي البلاستيك، لان البلاستيك افضل، لاني انا اصلا بعد ما جبت دي عرفت ان الاستانلس بتبقى لعجينة سوري قصدي بتبقى لكريمة الزبدة. يعني انت لو هتجيبي عشان تعملي بيها التكنيك ده هاتيلك الاستانلس لكريمة الزبدة لو انت شغالة كريمة زبدة، ولو شغالة كريم شانتيه زي كده او كريمة لباني بودر تستخدمي اللي هي البلاستيك افضل، لانها بتبقى خفيفة وبتبقى حلوة جدا. بصوا هنا انا كمان مسرعة الفيديو وواخد وقته، يعني واخد وقت جامد. بصوا انا عمالة احرك شمال ويمين شمال ويمين عشان اظبط ايدي واظبط الرسمة زي ما هي معايا على الموبايل. بصوا 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 هنا كنت محتارة اصلا احطها ولا ما احطهاش فهو الموضوع بصوا مش سهل، بس مع الممارسة فعلا ايدك هتاخد عليها. بصوا الالوان هنا انا حطاها في كوباية وكنت باخد منها كده على طول. التكنيك اللي انا عملته المرة اللي فاتت اللي هو كانت اول مرة كنت حطاه على السكلابر، فكان الموضوع مش سهل لانها الاسباتيولا كانت بتاخد معايا كمية كبيرة منها. بصوا بقى الحتت اللي هي الاخيرة دي كانت اسهل حاجة واسهل مرحلة كنت بعملها اصلا، ان انا بحط اجزاء بسيطة كده على الكيك كأنها يعني لسه تنبيت ورد. شايفينها؟ نقلت التورته في حتة تانية خالص، يعني ملتها كده وخليت شكلها في حتة تانية خالص.
بصوا بقى يا بنات، لو انت هتعملي تكنيك زي ده ضربي الاول ايديكي فيه وبعد كده بتشتغلي على الكيكه، لان خلاص لو انت عملتيها مش مظبوطه مش هتعرفي تشيليها من على الكيك، لان انت عامله الوان صريحه. بصوا انا جبت السبرينكل اللي هو الصغير لونه ذهبي الجولد، وابتديت ان انا احط صباعي كده في الميه بحيث ان انا انزل ايدي في قلب السبرينكل يلزق فيها شويه واحطها في المكان اللي انا محتاجاه. وزعت كده السبرينكل بطريقه منتظمه، عكس بقى ان انا كنت بمسك الاول وبرش، لا كده انا لو في مكان معين عايزه احطه فيها بيبقى شكلها جميل جدا. بعد كده جبت ورق الجولد اللي هو الورق الذهبي دوت، وكنت بقطع كده قطع صغيره تتناسب مع القطع الحمراء اللي انا بحطها الصغيره دي، تديني كده نقله كده تانية. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو كان مدته 27 دقيقه حاجه زي كده، وانا قصرته وكنت مسرعاه لحد ما وصل لحوالي 7 دقايق او 6 دقايق ونص. فالموضوع محتاج ممارسه ومحتاج صبر، لو انت بتحبي الحاجه هتعمليها وهتبقى احسن مني كمان، لان الحاجه لما بتيجي عن حب بتجربي مره واتنين وتلاته، ولو فشلت برضو بتجربي مره واتنين وعشرة. انت فاهمه الحته دي؟ فمفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه مستحيله. ابدأي واشتغلي، ولو انت حابة الموضوع هيجي منك جامد جدا. ده كان الفينش بتاعها، كان شكلها عجبني جدا، والحمد لله برضو عجبت الكلاينت بتاعتي وبعتت لي ريفيو ليها. فالحمد لله يا رب تكون عجبتكم انتوا كمان، ولو عجبكم الفيديو كالعاده ما تنسوش تحطوا لي لايك وتعملوا فولو لو انتوا بتشوفوني على الفيسبوك، ولو انتوا بتشوفوني على اليوتيوب ما تنسوش تشتركوا في القناه. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.